كباتن بداية ألف مبروك للشعب العراقي بعد فوز أسود الرافدين على المتواضع المنتخب التايلندي بركلات الترجيح. فوز غير مقنع، أداء سيء. الشارع العراقي ومحبي وعشاق أسود الرافدين والمنتخب العراقي غير مقتنعين على أداء المنتخب العراقي. اختيارات غير جيدة لكاساس، قراءاته للمباريات غير صحيحة. للعلم المنتخب العراقي يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين في الدور العراقي، وللعلم المنتخب العراقي يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين من اللاعبين المغتربين. على كاساس أن يوجد تلك التشكيلة المناسبة والمنسجمة بين المغتربين وبين المحليين. أنا ما أعرف بهذا الأداء السيء والغير مقنع والاستفزاز إن صح التعبير ما من الممكن المنتخب العراقي مستقبلا راح يقدر يواجه المنتخب الياباني أو المنتخب الكوري أو المنتخب السعودي الذي تألق في بطولة كأس العالم قطر فيفا 2022 في الآونة الأخيرة. على وزير الشباب والرياضة الأستاذ عدنان درجال، على الاتحاد